يعني لا حرج أن أسأل وأنت تسأل، ما فيش مشكلة، ولكن أنا أحب أن أفهم هذا. أنت على عقيدة أبي الحسن الأشعري؟ هذا السؤال الأول. تفضل. طيب، أنا على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وعقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعقيدة أتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو الحسن الأشعري إذا قال شيئا وافق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والقرآن الكريم قبل ذلك فأنا على عقيدته في كل جزئية يقول بها. أما لو خالفهم فإني لا أقول بقوله. يعني أنت الإمام أبو الحسن الأشعري تراه خالف النبي صلى الله عليه وسلم حينما أثبت الاستواء على العرش؟ ومن قال لك أني أنفي الاستواء على العرش؟ أنا أقول من نفى الاستواء على العرش، من قال أن الله لم يستوي على عرشه، فهذا مكذب للقرآن خارج من الملة، لأنه كذب كلام الله سبحانه وتعالى. لكن من فسر الاستواء بمعاني البشر ووقع فيما قاله الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية لما قال ومن وصف الله بشيء من معاني البشر أو بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فهذا أنا أرفض تفسيره للاستواء، لكني لا أنكر الاستواء. أقول استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، معناه ليس معنى استواء البشر كما قال الإمام الطحاوي، وأنت تعلم أن عقيدة الطحاوي هي عقيدة السلف، هذه عقيدتي في الاستواء. أنت شيخ، هذه من مشكلة المراوغة. أنت تثبت استواء الذات أم استواء المكانة والقهر والغلبة؟ استواء. لكن الشيخ محمد المالكي، المراوغة وهذه الجهل وكذا هذه الألفاظ لا نريدها يا جميل. لا بأس، هو تكلم عن أسلوبي. لا بأس يا شيخ عبد الله، دعه، هو ما أساء إليه، هو قال أسلوبي فيه مراوغة، أليس كذلك يا شيخ جميل؟ فهي مقبولة، لا بأس بها. ولو اتهمتني بأنني أراوغ لقبلت ذلك. لا أتهمك إن شاء الله، لا أقول لك تراوغ هذه بإذن الله أبدا، لا تسمعها مني. طيب، أولا أنا أقول بعلو الذات، وأقول أن الله استوى على العرش بذاته، لكن الذي أفسر به الذات ليس هو ما تفسره به أنت، ليس هو تفسير الذات عندك. تفسير الذات عندي موافق لما هو موجود في القرآن وما هو موجود في لغة العرب. أما تفسير الذات عندك فهو شيء مختلف. فأنا أثبت الاستواء بالذات المولى الكريم سبحانه وتعالى على العرش، والعلو بالذات على العرش بالمعنى الذي نطق به أو الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، المتناسق مع باقي آيات القرآن. أما أنك تفسر الذات بالجسم فهذا أنا لا أثبته للمولى الكريم. لا أقول استوى بذاته بمعنى استوى بجسمه أو بجسده، أو أنه انتهت حدوده السفلية جل وعلا عن قولكم فبدأت حدود العرش بعد ذلك. أنا لا أقول بالتفسير الذي تقولون به أنتم، بارك الله فيك. من قال يا شيخ، من قال أننا نقول باستواء الجسم؟ هل يا شيخ محمد أنت تنقل عن خصومك وعن مخالفيك كلاما لم يقولوه؟ هل نحن قلنا استواء الجسم يا شيخ؟ طيب، ما هو استواء الذات عندك؟ لماذا نسبت لنا أن الله عز وجل فوق العالم بذاته؟ هذا هو المقصود. طيب، لو أن الله عز وجل يا شيخ محمد أراد أن يخبرنا بأنه هو فوق العرش، ماذا يقول يا شيخ؟ طيب، لو أن السلف أرادوا أن يبينوا لنا أن الله هو بنفسه فوق العرش، ماذا يقولون أكثر من قولهم أن الله بذاته فوق العرش؟ ماذا يقولون؟ فرغت يا شيخ؟ لأني ظننت فرغت أكثر من مرة. طيب، أولا يا شيخ، أنا أقول أن الله سبحانه وتعالى فوق العالم بذاته، لا أشك ولا أشك في ذلك. لكن ما الذي أعنيه بهذه العبارة؟ الذي أعنيه بكل بساطة أن قدره جل وعلا فوق قدر كل العالم سبحانه وتعالى، يعني أنه رب لهذا العالم، وأنه إله لهذا العالم، وأنه خالق لهذا العالم. عليه يعني ارتفع عليه بصفات الكمال. هذا معنى العلو بالذات للمولى الكريم سبحانه وتعالى. والعلو بالذات حتى يظهر معناه أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أعلى مني بذاته صلى الله عليه وسلم، مع أنه الآن في مرقده الشريف. وأقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حيا في المدينة المنورة كان أعلى بذاته من كل ما في السماء، لأنه أفضل الخلق،
مع أن ما في السماء من مخلوقات هي فوقه بأجسامها لكنه دونها بجسمه الشريف، ومع ذلك هو فوقها بذاته. فإذا فوقية الذات ترجع إلى فوقية المكانة، لا ترجع إلى شيء آخر. أما الفوقية التي ننازعكم فيها معشر الكرامية فأنت تعلم أنكم تراوغون، لا أقول أنت شخصيا لكن أقول كل الكرامية المعاصرين يراوغون ويلفون ويدورون حول عبارات مآلها أن الله له جسم وله جسد وأنه فوق مخلوقاته بهذا الجسم وبهذا الجسد، يعني حدوده السفلى جل وعلا عن قولكم تنتهي، ثم بعد ذلك تبدأ حدود العالم بعد ذلك، تبدأ حدود العالم بعد ذلك. وأنت صفحتك على الفيسبوك ومقالاتك مليئة بتقرير هذه المعاني الوثنية يا شيخ. يعني أسئلتك التي تظن أنها أسئلة مفحمة، خلق الله العالم في داخله أم في خارجه، وكأنك لا تعرف أن الداخل والخارج هذه من صفات الأجسام. يعني أنت تثبت الجسمية لله ثم بعد ذلك تقول خلق العالم داخل نفسه أم خارج نفسه. فالجسمية هي عقيدتكم وإن لم تقولوا بها، لأنها لازمة لزوما بينا من أقوالكم ولا سبيل لكم لإنكارها. بارك الله فيك. طيب المسألة الثانية، قلت لي لو كان الله هو فوق العرش، تقصد فوق العرش بمكانته سبحانه وتعالى كما هو فوق عرشه الآن، أم تقصد هو فوق عرشه بجسمه بجسده بحيزه؟ أي المعنيين تقصد؟ إذا قصدت المعنى الأول فوق عرشه بملكه وربوبيته وألوهيته وقدره سبحانه وتعالى وذاته العلية سبحانه وتعالى، فالعبارات التي في القرآن تدل على ذلك. أما لو قصدت المعنى الآخر، فوقية الجسم، فوقية الحيز، الفوقية الحسية أو غير ذلك من المعاني أو الألفاظ، بين لي، قل لي أنا أقصد هذه. لو كان الله يريد أن يثبت هذه الفوقية الثانية لنفسه كيف يكون التعبير؟ بين لي إذا كنت تقصد الثانية وستسمع مني الجواب إن شاء الله. تفضل بارك الله فيك. يا شيخ محمد، أنت قلت أنا أؤمن بأن الله بذاته مستو على العرش، ثم أرجعت معنى الذات إلى القدر والمكانة. فهل الذات هنا أنت أرجعتها إلى القدر والمكانة؟ طيب هناك فرق ما بين الذات والقدر والمكانة يا شيخ محمد. وأنا أقول لك سيدنا أبو أيوب الأنصاري حينما استضاف النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما خيره أبو أيوب في الطابقين: اختر أيهما شئت يا رسول الله. قال: السفل أرفق بنا يا أبا أيوب، السفل أرفق بنا. أبو أيوب الأنصاري قال له في اليوم الثاني: لا أصعد سقيفة أنت تحتها يا رسول الله. أين كان ذات النبي وذات أبي أيوب؟ قدر النبي فوق كل قدر، لكن أين كانت ذات النبي؟ كانت في السفل أم في العلو؟ أبو أيوب الأنصاري قال: لا أصعد سقيفة أنت تحتها يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: السفل أرفق بنا. ذات النبي كانت تحت ذات أبي أيوب أم العكس؟ تفضل. طيب بارك الله فيك. أولا يا أخي الكريم، أنا أقول أن الله سبحانه وتعالى مستو على العرش بذاته، يعني بقدره بمكانته بذاته بألوهيته. هو مستو على العرش بذاته بقدره بربوبيته بمكانته بألوهيته. لا تعارض ما بين هذه المعاني، ما بين هذه الألفاظ، كلها تدل على علو قدره سبحانه وتعالى ولا تدل على علو مكانه. لاحظ يا شيخ أنك اتهمتني أني لا أجيب على الأسئلة، وأنا في مداخلتي السابقة وجهت لك سؤالا واحدا، سؤالا يتيما. قلت لك عندما سألتني عن الفوقية وهذه الأشياء، فما هي الفوقية التي تقصدها؟ لما قلت لي لو كان الله هو فوق العرش ماذا سيقول؟ قلت لك ما الذي تقصده بالفوقية هنا في سؤالك هذا؟ أتقصد الفوقية الحسية أو فوقية الأجسام أم أي فوقية تقصد؟ ما أجبتني عن هذا السؤال وخرجت إلى مبحث آخر. أنا أعيد لك هذا السؤال وأرجو أن تجيبني الآن عليه مرة أخرى. ثم ثانيا ما ذكرته من قصة سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، فأنت لو قرأت القصة كاملة لعلمت أنها بعيدة كل البعد عما تريد أن تقوله الآن. أولا كون النبي صلى الله عليه وسلم في مكان
وكون شخص آخر في مكان أعلى منه حسا هذا أولا فيه إثبات لما تريد أن تهرب منه. معنى أنت تناقشنا وتراوغنا حول الفوقية الحسية كفوقية أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فوقية من يكون في الطابق الأعلى على من يكون في الطابق الأسفل. فإذا قلنا لكم أنتم تتكلمون عن الفوقية الحسية تقولون لا والله ما تكلمنا عنها. الآن فوقية سيدنا أبو أيوب الأنصاري لما أمره النبي بالسكنى في الأسفل في الأعلى، وسكن النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفل، من أي الفوقيات كانت فوقية قدر ومنزلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل منزلة أبو أيوب الأنصاري أفضل منه فأسكنه في الأعلى، أم أنها فوقية مكان جغرافي أو حسي لا علاقة لها بمسألة القدر والمنزلة؟ إذا كانت الفوقية الحسية يا شيخ جميل عندك تعني ارتفاع القدر والمنزلة ولهذا تثبتها لله سبحانه وتعالى، لوجب عليك أن تستدل بقصة أبي أيوب الأنصاري على أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه أفضل منه منزلة وقدرا ومكانة فأسكنه فوقه. وإن كنت ترى أنها لا تدل على مكانة فحديث أبي أيوب الأنصاري يرد عليك. النبي صلى الله عليه وسلم أسكن فوقه من هو أدنى منه قدرا بإجماع المسلمين. فلو كانت الفوقية الحسية تدل على صفة شرف وعلو فهو أولى بالسكنى في الأسفل. أسكن غيره هذا ينسف عقيدتك تماما ويفضح أنك تدعو إلى الفوقية الحسية ليست فوقية المكان أبدا التي نثبتها نحن معشر الأشاعرة، وأنك عندما تقول سبحان ربي الأعلى تفهم الأعلى كعلو أبي أيوب الأنصاري على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأعلى في المكانة، وتكذب قول الله سبحانه وتعالى أقرب ما يكون العبد، قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أنت تقول لا سيكون في الأعلى لأنها فوقية أبي أيوب الأنصاري. هذا أولا. ثانيا لو كانت سكن أبو أيوب الأنصاري في الأعلى تدل على علو مكانته فإذا الطيور والغربان والبوم والسحاب وكل ما يطير في السماء هو أشرف من جميع الأنبياء والرسل لأنهم في الأعلى وهؤلاء الأنبياء والرسل في الأسفل، وهذا لا يقول به عاقل. وكذلك الشياطين الذين كانوا يصعدون إلى السماء لاستراق السمع يكونون أفضل من الأنبياء والرسل لأنهم ما كانوا يصعدون إلى السماء. هذا كله كلام باطل هو من وحي الدليل الذي استدللت به أنت الآن. وعندك صحابة كثيرون صعدوا على جبل أحد والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الأسفل. فلو كان الارتفاع الحسي الذي تثبتونه لربكم عياذا بالله ونبرأ إلى الله من إثبات هذا المعنى لو كان دليلا على العلو فعلا وأنه منزلة فيها شرف فأنتم تجعلون كل من صعد على جبل أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سيدنا أبو أيوب الأنصاري لما أسكن النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي جعله يسكن في الأسفل؟ ما قال لأن قدري سيكون أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما خشي من إزعاج النبي صلى الله عليه وسلم بمشيه. قال نمشي فوق رأس رسول الله، يعني صوت المشي الذي في الطابق الأعلى في المبنى الأعلى يزعج النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفل، يعني يزعج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو سبب كراهية سيدنا أبو أيوب الأنصاري للسكنى في مكان مرتفع على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأنه يرى أنه إذا صعد في الأسفل سيكون أرفع منه قدرا أو أرفع منه منزلة. ثم لو قرأت في نفس الحديث لرأيت أن أبا أيوب الأنصاري انكسر له وعاء في الماء فأريق ماؤه فجففوه، قالوا فرقا أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يؤذيه. فإذا أبو أيوب خلاصة الكلام أبو أيوب الأنصاري لما أبى السكنى في الأعلى إنما حرصا على راحة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى لا يزعجه بأصوات الخطوات. ولما كلم النبي صلى الله عليه وسلم لو كان فهمه كما فهمت أنت وتحاول أن تستدل لبين له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنا قدري أعلى وإن كنت في الأسفل، شرح له هذه الأشياء. لكن النبي لم يقل له هذا لأن هذه المعاني ما خطرت بباله أصلا، إنما قال له الأسفل أرفق لأن الناس كانوا يزورون النبي صلى الله عليه وسلم ويعودونه في بيته في الأسفل، فهذا أسهل وأرفق، ليست مسألة متعلقة بمكانه أو ليست مكانه. الآن يا شيخ أجبني عن سؤالي، ما هي الفوقية التي سألتني منها؟ قلت لي لو كان الله موصوفا بها هو في الفوق كما قلت. ما هي الفوقية؟ هي فوقية فوقية أبي أيوب الأنصاري على النبي صلى الله عليه وسلم في الدار أم هي فوقية غيرها؟ بارك الله فيك. سأجيبك حالا، ولكن عندما تجيبني على السؤال الذي ظللت على مدار ربع ساعة تراوغ ولم تجب على سؤالي وكان حالك يا شيخ محمد
لا كحال من قيل إلا أن فيه أكون نسيت. وظل طوال الليل يقدح ذهنه وفسر الماء بعد الجهد بالماء. يا شيخ محمد، يا جماعة ذات النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب. يا جميل أعد سؤالك بصيغة مختصرة. والله لن أفلتك من هذا الإلزام. والله لن أفلتك من هذا الإلزام. ذات النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب كانت تحت أم فوق أبي أيوب؟ تفضل. قدر النبي فوق أبي أيوب، قدر النبي فوق أبي أيوب، لكن ذات النبي كانت تحت أم فوق؟ تفضل. طيب، ذات النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وبعد الهجرة وإلى يومنا هذا هي فوق كل البشر، فوق كل البشر. أبو أيوب الأنصاري وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، ذات النبي صلى الله عليه وسلم فوق أبو أيوب الأنصاري في كل لحظات حياته إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن في ذلك الوقت جسد أبي أيوب الأنصاري كان فوق جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعني أن ذات أبي أيوب الأنصاري هي أعلى من ذات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفوقية الجسدية، الفوقية الحسية لا تدل على فوقية الذات. أجبتك أم لم أجبك؟ قلت لي ذات أبي أيوب أعلى؟ لا، ذات النبي صلى الله عليه وسلم أعلى، أما الجسد فجسد أبي أيوب أعلى. أهذه هي الفوقية التي تثبتها لله سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في الطابق الأسفل أم الطابق الأعلى؟ كان في الطابق الأسفل الأرضي. جسد النبي صلى الله عليه وسلم هي ذات المخلوق أم لا؟ لا، الذات شيء غير الجسد، الذات غير الجسد. لأن الذات الحقيقية ذات الإنسان ما هي؟ تفضل. ذات الإنسان منزلته ومكانته، وهي شيء غير الجسد. منزلته ومكانته، يعني إذن ذات النبي صلى الله عليه وسلم منزلته ومكانته، يبقى النبي كان إيه؟ منزلته كانت تحت، صح كده يا شيخ؟ لا ليست صح. أنا أقول لك فرق بين الذات والجسد. ذات النبي لو سمحت عالية. يا شيخ، أنت قلت النبي كان في الطابق الأسفل، وحينما قلت لك ذات المخلوق هي الجسد، أنت قلت بل منزلته، يعني منزلة النبي كانت في الطابق الأسفل. لا، أنا لم أقل هذا يا شيخ. من أين أخذت هذا الكلام؟ سمعتها منك الآن. اسمعني بارك الله فيك. أنا قلت وأكرر لك الآن مرة أخرى، يوجد فرق ما بين الذات والجسد. في قصة سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، جسد النبي صلى الله عليه وسلم كان في الطابق الأسفل، وجسد أبي أيوب الأنصاري كان في الأعلى. أما ذات النبي صلى الله عليه وسلم فهي فوق ذوات كل البشر طول الأزمان، منذ أن خلق الله النبي صلى الله عليه وسلم، وذاته صلوات ربي وسلامه عليه عالية على كل الذوات. ثم في مداخلات السابقة قلت لك لو كان ارتفاع الجسد دليلا على علو الذات يلزمك أن تقول بأن الطيور والبوم والغربان والصقور أفضل من الأنبياء والمرسلين، لأن أجسامهم أي ذواتهم بحسب ما تقول أنت في الأعلى، أما الأنبياء والرسل فهم في الأسفل، وهذا لا يقول به مسلم. إذن إما أن تقول الذات والجسد متلازمان، علو الذات يعني علو الجسد. في هذه الحالة يكون عندك قائمة من الأسئلة معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذات أبي أيوب الأنصاري أعلى منه، إذن جعله أفضل منه، إذن أبو أيوب أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم وفقا لكلامك. وتقول الطيور والبوم والغربان والشمس والقمر والكواكب كل هذه أفضل من الأنبياء والرسل لأنها في الأعلى والنبي صلى الله عليه وسلم في الأسفل. بل الشياطين التي تسترق السمع في وقت علوها تكون في الأعلى، علوها المكاني ليس علو الذات أو علو المكانة. عندما تكون تسترق السمع تكون أفضل من الأنبياء والمرسلين الذين هم في الأسفل. هذا جوابي، فلا تعيد السؤال بارك الله فيك. وأجب عن سؤال اليتيم الذي وجهته لك لما قلت لك ما هي الفوقية التي سألتني عنها، لما قلت لي لو كان الله هو فوق العرش ماذا كان سيقول؟ أتعني فوقية القدر والمكانة والربوبية والألوهية أم فوقية الحس كفوقية أبي أيوب الأنصاري؟ تفضل بارك الله فيك. سأجيبك يا شيخ فورا، ولكن أنا لي تعقيب بس. إساءة الأدب في التعليقات وقلة الأدب من الأشاعرة. لحظة أنا سأنسحب فورا من الحوار إن تمت هذه الإساءة وقلة الأدب. يا شيخ. حاضر يا شيخ. لحظة. هذا أولا. يا شيخ لحظة قبل أولا يا شيخ عبد الله أغلق التعليقات. أي إساءة توجه للشيخ جميل فؤاد يا شيخ جميل، إذا سبك أحد قل لي سبني أحد وأنا سأخرج قبلك.
أغلق التعليقات بارك الله فيك يا شيخ عبد الله. أغلق التعليقات من الجميع، سلفيين وأشعريين قبل السلفيين. نعم، دقيقة أجدها. أين أجد هذه إغلاق التعليقات؟ دقيقة. ننتظر حتى لا أنزل الأخ رضا هذا. الشيخ رضا أنزل. الشيخ رضا بارك الله فيك. معذرة. دقيقة أجد أين تغلق التعليقات. أنصفناك يا شيخ جميل، إذا شتمت أو سببت قل لي شتموني وسبوني وسأخرج قبلك من هذا البث. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. تفضل يا شيخ محمد. شيخ محمد، أنا سأجيب على سؤالك ولكن بعد تحرير إجابتك. أنت حضرتك اللي فهمته منك أن جسد الإنسان غير ذاته. ذات الإنسان شيء وجسده شيء تاني، يعني جسد المخلوق شيء وذات المخلوق شيء آخر. ممكن إحنا عرفنا جسد النبي صلى الله عليه وسلم كان في الطابق الأسفل، ممكن تقول لي ذات المخلوق فين ذات المخلوق؟ ذات المخلوق بحسب منزلته من الله سبحانه وتعالى، حسب مكانته عند الله سبحانه وتعالى. ذات المخلوق أنا ما بتكلمش من حيث الله سبحانه وتعالى وبالنسبة لله، أنا بنقول ذات المخلوق. يعني عندما أقول الإنسان له ذات متحققة في الخارج، ذات الإنسان هذه ما هي إن لم يكن جسده؟ أولا ذات الإنسان تكون عالية ومنخفضة بحسب مكانتها عند الخالق سبحانه وتعالى. علو الذوات شيخ أنا لم أقول مكانتها عند الله، أنا بتكلم على ذات الإنسان، ما بتكلمش على مكانته عند الله. ذات الإنسان ما هي؟ طيب دعني أكمل. ذات الإنسان هي مكانته عند الله سبحانه وتعالى. فذوات الأنبياء أعلى الذوات دون باقي البشر في القمة العليا، ثم بعدها ذوات الأنبياء والصالحين، وهكذا الأقرب. شيخ حتى لا تشعب البحث، أنا بس عايز كلمة ورد غطاها. أنت حضرتك اللي فهمته منك أن ذات الإنسان هي قدره، صح كده يا شيخ؟ طيب هي القدر والمكانة، ده صح يا شيخ محمد؟ ممكن أعيد الشرح مرة ماشي بقى، أنت حضرتك بتتكلم في الواسع. لا دعه يا جميل، دعه. أنا عايز إجابة لو سمحت بسيطة. لا تحتكر البث لنفسك يا جميل، دعه يتكلم. أنت هنا في منزلة السائل والمستشكل، فدعه يجيب، أعطيه وقت. لا يا شيخ، هو في مسألة الضيف المعزز المكرم، يقول ما يشاء ويقاطع إذا أحب. بارك الله فيك. طيب يا شيخ جميل اسمعني بارك الله فيك. أنا قلت قبل قليل الجسد غير الذات، يوجد تغاير ما بين الجسد وما بين الذات، وضربت مثالا على ذلك. قلت عندنا الآن الطيور التي تطير في السماء، هذه لها أجساد ولها ذوات، وعندنا الأنبياء الكرام صلوات ربي وسلامه عليهم لهم أجساد ولهم ذوات. الآن الطيور التي في الأعلى أجسادها أعلى من أجساد الأنبياء، فإذا كانت الذات ملازمة للجسد وعلو الجسد بالحس يعني علو الذات، هذا يلزم منه أن تكون الطيور والعصافير والبوم والغربان وكل هذه المخلوقات أعلى ذواتا من الأنبياء، وهذا لا يقول به مسلم. ذات الأنبياء والرسل هي أعلى الذوات لأنها أقرب الذوات إلى المولى الكريم سبحانه وتعالى. وأنت تصر على أن الجسد والذات متلازمان، وتسألني في كل مرة أيهما كان أعلى فلان أم علان، وأجيبك في كل مرة أني أقول بالتغاير ما بين الجسد وما بين الذات. أجيبك للمرة التي لا أدري كم هي. ذات النبي صلى الله عليه وسلم هي أعلى من ذوات كل البشر، وكل ذوات البشر أقل منه، سواء كان في الطابق الأعلى، كان في الطابق الأسفل، كان في أعلى جبل، كان في منخفض من الأرض، كان في مرقده الشريف صلى الله عليه وسلم. هو في كل أماكنه جسده يتغير موقعه. أما ذاته صلى الله عليه وسلم فهي عالية دائما لا تدانيها ذات أخرى. أعتقد أني أجبت عن سؤالك وتوسعت في الإجابة وأعدتها أكثر من مرة، فقل ما تشاء. امسح هذه العبارة يا شيخ عبد الله في انتظار جميل أن يد إلزام جميل. لا. يا شيخ هذا ما أؤكده، هذا ما أؤكده يا شيخ محمد، إن حضرتك لا تجيب ولكن بتخرج عن محل النزاع. والله هذا ما قلته تماما. أنت تقول أنا أريد الذات هذه هي المنزلة والمكانة، أم هي جسد الإنسان، أم هي الشخص نفسه؟ يعني في المعاجم اللغوية يا شيخ محمد أنت تأتي لنا بمصطلح مش موجود في اللغة، لأن في المعاجم اللغوية الذات هي الشخص في المخلوق. هذا الشخص، هذا الكيان الموجود المحسوس الذي أراه، هذا
هذا هو الذات. أنت حضرتك سألتك قلت لك الجسد خلاص عرفناه، الذات عندك هي نفس الشخص الموجود أمامي الذي أراه بعيني اللي ليه كيان قدامي شايفه، ولا القدر والمنزلة؟ حضرتك بتروح للطيور وبتروح للتماسيح في البحار. أنا يا شيخ دي مش قصتي، أنا بنسألك سؤال واحد: الذات عندك هي القدر والمكانة على خلاف كل المعاجم اللغوية المعروفة عند العرب الذين يعرفون الذات بأنه الشخص في المخلوق. تمام؟ انت حضرتك لم تجبني الى الان، بتروح للطيور وتقول ارفع منزلة، وانا ما اتكلمش على، انا عايز نعرف هي منزلة عندك يعني ذات بكل بساطة. الذات هي معناها عندك المنزلة والقدر يا شيخ، كلمتين ورد غطاهم، ما تروحش للطيور وغيره. طيب أجبت عن السؤال أكثر من مرة وأنت في كل مرة تعيده. قلت لك أنا أقول بالتغاير ما بين الجسد وما بين الذات، أقول بالتغاير ما بين هذين الأمرين. أما مسألة النفس هل النفس هي الجسد، هل النفس هي الذات، ومسألة الشخص هل الشخص هو الجسد، هل الشخص هو الذات، هذه لم أتكلم فيها، ولأنك لم تسأل عنها أصلا، لم تسألني عنها أصلا، سألتني عن شيء آخر. الجسد هو الجسم، هذا المكون من لحم ودم وعظام، هذا المكون من لحم وعظام، هذا يسمى جسدا. طيب علو هذا المخلوق المكون من اللحم والعظام لا يعني علو منزلتي ومكانتي وذات صاحبه، لا يعني أبدا، وبينت لك الأمثلة والأدلة التي تدل على ذلك، وأنت في كل مرة تعيد نفس السؤال وتتجاهل الإجابة. الآن أنا أريد منك أن ترد على إجابتي. قل لي زعمت أن الجسد علو الجسد لا يعني علو الذات، وذكرت مثالا الطيور والعصافير، رد لي على هذا الكلام. أما أنك تتجاهل الإجابة لأنها ليست الإجابة التي أردتها أنت وتكرر السؤال، أنا أرى هذا يعني خروجا من محل النزاع ومن النقاش ومن الإجابة ومن كل شيء آخر. فتفضل يا شيخ أسمعني ردك، نقضك لكلامي وجوابك عن سؤالي. بارك الله فيك، تفضل. شيخ أنا لو لم أجبك على سؤالك لا تغادر سؤالك، وقل لي 100,000 مرة لم تجب، وسأعيد الإجابة، ولا تغادر سؤال حضرتك حتى أجيبك بإجابة شافية. أنت إلى الآن حضرتك لم تجب على سؤالي. إحنا دلوقتي في معاجم اللغة بيقولوا الذات هي النفس هو الشخص، يعني شخص الإنسان هو ذاته، نفسه هو ذاته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم شخصه ونفسه كانت في الطابق الأسفل، إذن ذاته كانت في الطابق الأسفل. معاجم اللغة العربية بتفسر الذات بأنها النفس والشخص. إذن شخص النبي صلى الله عليه وسلم ذاته، وليست منزلته وقدره كما ادعيت يا شيخ محمد. ولذلك لابد أن تجيب على سؤالي: نفس النبي صلى الله عليه وسلم وشخصه كانت في الطابق الأسفل ولا لا؟ لا خلاف بيني وبينك في القدر والمنزلة، قدر النبي أعلى من قدر أبي أيوب ومن جميع الناس. أنا أتكلم عن ذات النبي اللي معاجم اللغة العربية فسرتها بأنها النفس والشخص. نفس النبي كان في الطابق الأسفل، شخص النبي كانت في الطابق الأسفل، إذن ذات النبي كانت في الطابق الأسفل. مستني إجابة يا شيخ محمد ولن أغادرها، تفضل. طيب أنا أقول ذات النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في الطابق الأسفل، ذاته صلى الله عليه وسلم كانت عالية، وإلا لو كانت ذات النبي صلى الله عليه وسلم في الطابق الأسفل لكانت ذات أبي أيوب الأنصاري أعلى منها، ولكانت ذوات الطيور والعصافير أعلى منها، ولكانت ذوات الشياطين التي تسترق السمع أعلى منها. فهذا دليل على بطلان القول الذي قلته أنت بالمساواة ما بين الذات وما بين الجسد، أنهما شيء واحد، التي تحاول أن تثبتها لنا الآن. فإذا كنت ترى قولي هذا خطأ فانقض ما ألزمتك به. إذن أنا الآن سأخرج وأقول الشيخ جميل فؤاد
يرى أن ذوات الطيور والعصافير والشياطين أعلى من ذات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الآن استفدته منك الآن، لأنك بهذا التقرير الذي قلته الآن وكررته وأعدته تصل بنا إلى هذه النتيجة. الآن يا شيخ بين لي أيهما أعلى ذاتا، الشياطين التي تسترق السمع والطيور التي في السماء، أم النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه في الطابق الأسفل؟ أجبني عن هذا السؤال بارك الله فيك. سأجيب على سؤالك، لكن عندما تجيب عن سؤالي للمرة المليون، لأني لن أتركك يا جميل لن أتركك، وسأسجل انقطاعك يا شيخ محمد، يا جميل سأسجل انقطاعك. أنت الآن تخالف كل لغة العرب، كل لغة العرب. ذات النبي صلى الله عليه وسلم هي شخصه ونفسه أم لا؟ تفضل. ذات النبي صلى الله عليه وسلم يكون منظم بينكما الشيخ عصام. ذات النبي صلى الله، أعد سؤالك. ذات النبي صلى الله عليه وسلم، ذات النبي صلى الله عليه وسلم هي نفسه وشخصه أم لا؟ لا، ليست هي. الآن أجب عن سؤالي. إذا خالفت كل لغة العرب التي تفسر الذات بأنها النفس والشخص بالنسبة للمخلوق. طيب إذا أنت تقول طالما إن أنت ما بتقولش بتقول ليس هي النفس والشخص، إذا تقول أن الذات هي الرفعة والمنزلة. ده اللي فهمته من كلامك. الذات عندك هي الرفعة والمنزلة، بدليل أن أنت بتقول إن ذات النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي أعلى من أبي أيوب. يبقى أنت بتتكلم على إن الذات معناها الرفعة والمنزلة، أليس كذلك؟ الذات هي المكانة قد تكون رفيعة وقد لا تكون. ممتاز، خلاص يبقى سجلت كده إن حضرتك قلت الذات هي المكانة. لو سمحت يا شيخ محمد المالكي دقيقة يا جميل، نوضح لك إجابته. هو قال لك الذات إذا جاءت مفردة يا شيخ عبد الله فلها معنى واحد، لكن إذا جاءت متعلقة بالعلو أو الفوقية فتحمل معنيان، معنى المكانة. شيخ عبد الله دع الرجل يكمل ودعني معه بارك الله فيك. إذا اللي فهمته يا شيخ محمد أن الذات عندك هي المكانة، حتى نحرر المصطلحات لو سمحت. الذات عندك هي المكانة. طيب أنت تثبت لله عز وجل ذات متحققة في الخارج. يا شيخ قلت لي أجبني معنى ذلك يا شيخ محمد أنك تثبت أن الله مكانة وليس له ذات حقيقية متحققة في الخارج. أنت تثبت لله أنه معنى وليس له ذات حقيقية متحققة في الخارج يا شيخ محمد، لأن أنت بتقول الذات هي المكانة. إذا أنت تؤمن بإله معنوي ملهوش ذات حقيقية في الخارج يا شيخ، أليس كذلك يا شيخ محمد؟ لا ليس كذلك. الآن أجبني لأنك قلت لي لو أجبتني سأجيبك، أجبتك. الآن أجب عن أسئلتي ثم أعلق على هذا الذي قلته الآن. تفضل بارك الله فيك. هذا متعلق بالسؤال الأول، عندما أن تنتهي منه سأجيبك فورا. لا تجيب فورا يا شيخ. أنت تقول يا شيخ أن الذات هي المكانة. طب أنت حضرتك بتثبت لله ذات، يبقى معنى كده أنت تثبت لله أن الله مكانة، أن الله مكانة وليس له ذات حقيقية متحققة في الخارج، أليس كذلك يا شيخ؟ يبقى ده إله معنوي، أنت لا تثبت له ذات حقيقية متحققة في الخارج. على كلامك يا شيخ محمد أنت تثبت لله ذات حقيقية متحققة في الخارج. محمد لا يوجد صوت. جميل قال لك على فرض طيب. أنه أجابك أجب على سؤاله. طيب يا شيخ عبد الله دعه لي بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك يا شيخ جميل. أولا تلاحظون أن الشيخ جميل كل مرة يقول لي سأجيبك، لكن ثم يدخل في مباحث جديدة ويدخل في قضايا جديدة يتكلم فيها، ثم مرة أخرى أجيبه عن القضايا الجديدة وأقول له أجب يا شيخ، فيقول لي بعد ذلك سأجيبك لكن، ويأتي بقضايا جديدة ويطرح سؤالا جديدا، وهكذا نحن من سؤال إلى سؤال، وأسئلتي بقيت تنتظر منه أن يتكرم عليها بالإجابة، لكنه لم يجب بأي شيء منها. فأنا الآن يا شيخ جميل بينت لك معتقدي في هذه المسألة ومعاني هذه المصطلحات التي أستخدمها هنا، وأنت لم تجب عن أي سؤال من أسئلتي. ثم بعد ذلك اتهمتني في بداية الكلام فقلت لي أنت تراوغ وتتوسع
وتنتقل من موضوع إلى موضوع. وأعتقد أنك الآن فعلت ما اتهمتني به تماما، خرجت من مسألة إلى مسألة أخرى، خرجت من موضوع إلى موضوع آخر. أما أسئلتي فأنت حتى الآن لم تجب على شيء منها، وأنا أقول أنك لا تستطيع أن تجيب على شيء منها، لأنك لو أجبت عن سؤال واحد منها لعلم الناس أنك تدعو إلى الوثنية، تدعو إلى الإيمان بإله له جسد، له حدود، له حيز، له حدود من الأسفل يبدأ بعدها العالم. هذه هي العقيدة التي تدعو إليها. ما الذي تفعله الآن؟ أنك تشغب حول المصطلحات، تقول لي هذه الكلمة كذا وهذه كذا، وتخرج من هنا وتذهب إلى هناك، وتريد أن تغير المواضع. طيب أنا الآن يا شيخ جميل أسألك سؤالا آخر غير الأسئلة السابقة. كلمة ذات ألها معنى واحد أم لها أكثر من معنى يتحدد بحسب السياق؟ ممكن تجيب بكلمة واحدة، تقول لي كلمة ذات هذه لها معنى واحد، كلمة ذات لها معاني متعددة تتحدد بحسب السياق. ممكن تجيب بسرعة؟ في معاجم اللغة العربية ذات الشخص عينه ونفسه. أنا ما ذاته عينه ونفسه. لا، هذا ليس سؤالي. ليس هذا سؤالي. أنا ما قلت لك ما معنى ذات الشخص. سألتك كلمة الذات كلمة تدل على معنى واحد مختصة بمعنى واحد. تسألني في حدود سؤالي ذات النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سألتني لا تخرج عن هذا السؤال. ذات النبي هي عينه وشخصه. طيب الآن سؤالي لك واضح. كلمة ذات هذه ماليش دعوة بكلمة ذات. أنا لي بها دعوة. أنا عندي بها دعوة بذات النبي صلى الله عليه وسلم. عينه وشخصه ونفسه. طيب كما قالت معاجم اللغة. طيب كلمة ذات كلمة مختصة بمعنى واحد هذا أن لها عدة معاني؟ خارج عن محل النزاع. أنا عندما أقول ذاتك يا شيخ محمد، ذاتك أنت، معاجم اللغة العربية بتقول عينك وشخصك ونفسك. إذا لما بنتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام ذاته كانت في الطابق الأسفل، شخصه وعينه ونفسه كانت في الطابق الأسفل. أنت تأتي بمعاني جديدة مخالفة للغة العرب، وبعدين بتقول لي أنت أجبت. أنا لما نسألك عن دليل الصلاة، فرض الصلاة، تقول لي تبت يد أبي لهب وتب، وتقول لي أجبت. أنت تخرج عن محل نزاع. أنا هذا ما أؤكده، إن الشيخ محمد المالكي كيف ينتصر على خصومه في المناظرات، إنه يخرج عن لغة العرب ويخرج يعني عن دلالات الألفاظ النبوية. يعني أنا أنتصر عليهم في رأيك؟ أنت تنتصر انتصارا وهميا توهم يعني أتباعك بذلك. يعني في انتصار، بارك الله فيك. انتصار وهمي في رأيك أنت. طيب في رأيي انتصار وهمي أهو كما طيب. تفعل الآن أنا طيب. ألزمك ذات النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الطابق الأسفل وأبو أيوب كان في الطابق الأعلى. أنت بترد عليها تقول لي الذات غير الجسد بتخالف لغة العرب. طيب وتقول لي الذات هي المكانة. من سبقك طيب. بهذا؟ من سبقك بهذا في لغة العرب؟ طيب بارك الله فيك. أولا يا شيخ أنا كنت أعلم يقينا أنك لن تجيب على شيء، لأنك تريد أن تطرح شبهات ولا تريد أن تلقي إجابات. أسئلتنا تبقى معلقة لذوي العقول، يعلمون أنها باقية بلا إجابة، لأنك لو حاولت أن تجيب عن سؤال واحد لفضح معتقدك كما كررت لك مرارا وتكرارا. الآن أوضح اسمح لي، ممكن أقول التلبيسات ولا هي كلمة لا تليق؟ أبين الأخطاء الفادحة التي في كلامك. أنا عندما سألتك قلت لك كلمة الذات أهي تدل على معنى واحد في لغة العرب أم تدل على أكثر من معنى؟ أردت أن أبين لكل من يستمع إلينا أنك تتلاعب بالمصطلحات، أنك تنتقل من معنى هو المعنى الاصطلاحي في محل النزاع إلى معنى آخر غير المعنى الذي نتنازع فيه والذي نتكلم فيه. كلمة الذات في لغة العرب لها عدة معاني، وهذه المعاني مختلفة حتى في القرآن الكريم. أنت الآن قلت للناس الذات هي العين وهي الشخص وهي النفس. طيب الله سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. هل معناه عليم بعين الصدور، بشخص الصدور، بنفس الصدور؟ لا. الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
هل معناها أصلحوا عين بينكم، شخص بينكم، نفس بينكم؟ لا. الله سبحانه وتعالى يقول أن غير ذات الشوكة تكون لكم، وتودون في سورة الأنفال أيضا، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. هل معناها عين الشوكة، شخص الشوكة، نفس الشوكة؟ لا، هذه معان أخرى لكلمة الذات. إنه عليم بذات الصدور، ليس معناها بشخص الصدور، بعين الصدور، بنفس الصدور، لأنه لا وجود لشيء اسمه عين الصدور أو شخص الصدور أو نفس الصدور، إنما هي ذات الصدور. فأنت عندما تسألني عن معنى كلمة الذات لا تسألني عن المعاني، حصر المعاني لهذه الكلمة واحدا واحدا. نحن عندما نتكلم عن العلو الذاتي لله سبحانه وتعالى تسألني عن معنى الذات، يعني في هذا السياق الذي نتنازع فيه الآن. يعني أنا الآن لو قلت لك أتثبت عينا لله، فأنت تقول لي نعم ولا لا. النقاش يكون في العين بمعنى العين الباصرة، لا يكون بمعنى عين الماء الجارية التي فجرنا الأرض عيونا بالمعنى الآخر، لأننا محكومون بمعنى في سياق معين. فأنت سألتني عن معنى في سياق العلو. الناس عندما يتكلمون في مسألة العلو يا شيخ يتكلمون عن علو الذات، يتناقشون في معنى الذات عندما ينسب إليها العلو، ما هو المقصود بها؟ ليس معاني كلمة الذات في لغة العرب تفتش عنها في القواميس تجد بعضها هنا وبعضها هناك. القواميس نفسها لو فتشتها لوجدت أن الذوات تطلق على الأشراف في لسان العرب نفسه، لسان العرب الذي أخذت منه الآن. قال صاحب اللسان: الذوات أشراف الناس وأهل القدر منهم. الذوات أشراف الناس وأهل القدر منهم، أو أصحاب الأقدار والمنازل، فيقال ذو الذوات أي أصحاب الشرف والمكانة كما في تاج العروس. فإذا يا شيخ أنت تلعب لعبة الانتقال ما بين المصطلحات، كلمة لها معنى معين في سياق معين، فتسألني عنها فأجيبك بالمعنى الذي في هذا السياق. ماذا تفعل؟ تنتقل إلى معاني أخرى معجمية لا علاقة لها بما نتحدث عنه الآن. الآن نقاشنا في مسألة العلو. الله سبحانه وتعالى موصوف بعلو القدر وعلو القهر وعلو المكانة، لا خلاف في ذلك. وأنتم تزعمون أن له علوا آخر هو علو حسي، كعلو أبي أيوب الأنصاري على النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أبو أيوب في الطابق الأعلى والنبي في الطابق الأسفل، كعلو من في أعلى المنارة على من هو في أسفلها. هذا هو العلو الذي نتنازع فيه. فأنا عندما أقول علو الذات أعني علو القدر والمنزلة والمكانة. الذات هنا بهذا المعنى، لا أقصد المعاني الأخرى التي وردت في القواميس في سياقات أخرى، فلا تخرج بنا من هذه المعاني، تخرج إلى معاني أخرى لا علاقة لها بما نتكلم فيه نحن الآن. الآن يا شيخ ظهر للناس أنك أنت الذي لا تجيب عن الأسئلة، وأنك أنت الذي توهم الناس أنك تأتي بشيء، وفي الواقع أنت لا تأتي بشيء، إنما تأتي بمغالطات لا أكثر من ذلك ولا أقل. تلعب في معاني المصطلحات، الألفاظ التي فيها اشتراك تعلم أننا نتكلم فيها في معنى معين فتغيرها إلى معنى آخر غير المعنى الذي نتكلم فيه الآن. الآن يا شيخ نعود إلى ما كنا فيه. هل تقصد لما استدللت بقصة أبي أيوب الأنصاري، هل تقصد أن علو أبي أيوب الأنصاري على النبي صلى الله عليه وسلم كعلو الله سبحانه وتعالى علينا الذي نختلف فيه، أم تعني شيئا آخر؟ هذا سؤال اليتيم الذي طرحته عليك، وأرجو منك أن تتكرم وتتفضل بالرد عليه. تفضل يا شيخ. كالعادة الشيخ محمد المالكي بياخد له 3-4 ساعات عشان يجاوب على سؤال يتيم المفروض انه يجاوب بنعم او لا. انا ما بناخدش ثواني معدودة وهو يقعد يلف علشان يتوه الجمهور. انت حضرتك قلت من شوية ذو الذوات، قلت ان ده معناها المنزلة والقدر والكلام ده. هل هتسوي بين كلمة ذو الذوات بكلمة ذات الشيخ محمد المالكي، بكلمة ذات النبي صلى الله عليه وسلم، بكلمة ذات أبي أيوب؟ أنت يا شيخ المشكلة إن أنت توهم نفسك بأنك تجيب، أنت تكابر في الواضحات. لما نقول ذات النبي صلى الله عليه وسلم يعني عينه وشخصه ونفسه، حينما نقول ذات الله عز وجل يعني نفسه، يعني الله عز وجل ذاته يعني نفسه، حقيقته هو. لكن انت حضرتك بتجيب من الشرق ومن الغرب عشان تسقط الدلالات كالعادة.
وأنا أبين نموذج خطير جدا مما يفعله الشيخ محمد المالكي لإيهام الجمهور أنه يجيب. ذات النبي صلى الله عليه وسلم هتجيبها زي ذو الذوات اللي انت نقلتها يا شيخ؟ مين اللي بيخرج عن محل النزاع؟ مين اللي بيخرج عن محل النزاع؟ ذو الذوات شيء وذات النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر. فليسمع الجمهور، دعك من كلمات المشجعين. ذو الذوات يا شيخ محمد مختلفة تماما عن دلالة ذات النبي صلى الله عليه وسلم. أنت بنفسك يا شيخ قلت الذات معناها المكانة، ولم تجب حتى الآن الله عز وجل أنت تثبت له ذات حقيقية معناها أن أنت تثبت له مكانة ولا تثبت له ذات حقيقية متحققة في الخارج. أنت إلهك معنوي يا شيخ، أنت إلهك معنوي معنى، لأنك لا تثبت لله عز وجل ذات حقيقية متحققة في الخارج، لأن الذات عندك مكانة ورفعة ومنزلة. يبقى الله عندك رفعة ومنزلة فقط، وليس إلها له ذات حقيقية متحققة في الخارج يا شيخ محمد. أنا أهدي هذا الحوار لكل عاقل ومنصف، لكل عاقل ومنصف يعلم من يراوغ ومن يسقط الدلالات. أما عن إجابتك تقول ذات، أنا أقول ذات أبي أيوب كانت في الأعلى، وذات النبي صلى الله عليه وسلم كما أقر النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه قال له يا أبا أيوب السفل أرفق بنا. هل عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام السفل أرفق بنا يعني السفل بمكانتنا ومنزلتنا؟ هل كانت منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في السفل يا شيخ محمد؟ هل كانت منزلته في السفل أم أن ذاته كانت في الطابق الأسفل وذات أبو أيوب كانت في الطابق الأعلى؟ الطيور ذاتها فوق والإنسان ذاته أدنى، معروفة دي. أما أنت تريد أن تشغب، تقول أنت تقول الطيور أرفع منزلة أو أفضل من النبي. من قال ذلك؟ من قال أنها أفضل؟ أنت بتتكلم عن المكانة والمنزلة، أما أنا أتكلم عن الذات اللي هو الجسد، العين والشخص أسفل والطير أعلى. أبو أيوب كان في الطابق الأعلى والنبي عليه الصلاة والسلام بإقراره وبنص كلامه أنه كان في الأسفل. ذات النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الأسفل، عينه وشخصه ونفسه. لكن أنت تراوغ يا شيخ، أنت تكابر يا شيخ محمد علشان الجماهير تصفق لك وتقول أنت انتصرت على جميل فؤاد، ولكن كل منصف وعاقل يعلم أنك خالفت معاجم اللغة العربية التي تؤكد أن ذات الشخص هي عينه ونفسه وشخصه. رايح أنت تدور وتقول للطبري بيقول ذو الذوات. ذو الذوات عايز تمثلها بذات النبي صلى الله عليه وسلم وذات الشخص. الجمهور يعلم من الذي يراوغ ومن الذي يحب أن يشغب ويتكلم في الواسع، لكننا بحمد الله نجيب فورا، لكنك لم تجب حتى الآن. أنا أشكرك يا شيخ محمد على هذا الحوار. طيب أنا عندي تعليق إن أنا شئت تسمعه. أنا لا يعجبني أسلوبك، أنا لا يعجبني أسلوبك لأنك تتكلم كثيرا وتخرج طيب. عن محل النزاع. ما بيعجبنيش أسلوبك، أنت بتلف وتدور يا شيخ محمد كتير وبتتوه الجمهور معك حتى توهمه أنك أجبت وأنك لم تجب. أنت الآن خالفت معاجم اللغة العربية وأنت أثبتت أن إلهك معنوي وليس إله حقيقي له ذات متحققة في الخارج، وأثبتت أن الجسد غير الذات على خلاف عقلاء الناس. الذات غير الجسد، يعني ذات الشخص غير جسده، فليشهد العقلاء. والله العظيم أي واحد يسمع هذا الحوار بيني وبينك سيعلم أنك اخترعت قواعد لم يأتي بها أحد من العقلاء. بارك الله فيك يا شيخ جميل وحياك الله. أولا أنت قلت أن أسلوبي لا يعجبك، أما أنت فأسلوبك يعجبني جدا، لأنه يبين للناس مقدار ما عندكم من إجابات ومقدار ما عندكم من حق ومقدار ما عندكم من علم. فلو كان هذا أسلوبك دائما فمرحبا بك دائما، كلما وجدتني في بث تعال وأظهر للناس ما عندك حتى يروا أسلوبك ويروا أسلوبي أنا أيضا. ثم قلت أنك تجيب فورا وأنا لا أجيب فورا، مع أن كل من يستمع إلى هذا الحوار يعلم أني في كل مرة كنت أجيب وأطلب منك وأترجاك أن تجيب عن سؤالي، فتقول لي في بداية كلامك سأجيب لكن
ثم مرة أخرى تأتي في النهاية وتقول لي أنك تجيب فورا. الذي يجيب فورا لا يقول سأجيب لكن، إنما يجيب ثم بعد ذلك يطرح طرحا جديدا كما أفعل أنا. المسألة التي تليها يا شيخ، أنت زعمت أن كلمة الذات تدل على معنى معين هو ما قلته أنت، وأغلقت الباب لا تدل على معنى آخر، وقلت أصحاب المعاجم قالوا بذلك. طيب أنا جئتك من المعاجم بمعان أخرى غير هذا المعنى الذي قلته أنت الآن، وهذه المعاني التي ذكرها أصحاب المعاجم والقواميس تتفق فيما قلت مع ما قلته أنا أيضا. قال صاحب لسان العرب كما قرأتها لك قبل قليل: ذو الزوات يعني أصحاب الشرف والمكانة. ذو الأولى هي ذو بمعنى صاحب، ذو بمعنى أصحاب. الذات الثانية بمعنى الشرف والمكانة. تاج ذكرها صاحب لسان العرب، وأيضا صاحب تاج العروس ذكرها. والزوات أشراف الناس وأهل القدر، هذا في لغة العرب في المعاجم والقواميس. فأنت تأتي بلفظ معنى واحد ثم تحاول أنك توهم الناس أن هذا المعنى الواحد هو فقط ما ورد في قواميس اللغة، مع أني جئت بمعنى آخر لهذه الكلمة من قواميس اللغة أيضا. ثم ثانيا هذا اللفظ يختلف معناه باختلاف السياق، وأنت تعلم ذلك جيدا. نحن عندما نتكلم عن الفوقية الذاتية نتناقش عن معناها إذا نسبت إلى الله، ليس عن معنى آخر. وعندما أسألك وأقول لك ذوات الأنبياء وذوات النبي نتكلم عن معنى واحد لكلمة الذات، ليست المعاني اللغوية الموجودة في كتب أخرى. فأنت تحاول أن تشوش وتحاول أن تشغب بقطف المعاني الأخرى وإدخالها في هذا المكان الذي نحن فيه الآن. ثم قلت وأحمد الله أنك قلت ذات النبي صلى الله عليه وسلم هي عينه وشخصه وحقيقته، هذا ما قلته أنت الآن. وحاولت أن تلزمني بما أني أقول الله سبحانه وتعالى له ذات، أو الله سبحانه وتعالى ذات معناها الله سبحانه وتعالى مكانة. هل كلمة ذات إذا كانت في بعض السياقات معناها مكانة، هل معناها أني في كل مكان آخر أسحب هذه الكلمة وأضع بدلا عنها كلمة مكانة؟ الله له ذات إذن الله مكانة يعني الله ذات يعني الله مكانة؟ لا، ليس هكذا. وإلا فقد جئت لك من القرآن بكلمة الذات، وقد وردت في القرآن الكريم ذات بينكم، حدائق ذات بهجة، إلى ربوة ذات قرار ومعين، وغيرها من آيات القرآن. عليم بذات الصدور، هل معناها أشخاص الصدور؟ لا، ليست كذلك. فهذا لعب منك يا شيخ ومحاولة للخداع، وهذا هو ما عندكم يا شيخ. وأنا يعجبني هذا الأسلوب منكم، لأن العقلاء يتدبرون ويفهمون مقدار الأدلة التي تأتون بها. ثم بعد ذلك قلت لي أن الله سبحانه وتعالى عندي معنى. لماذا؟ لأني أقول الله له ذات. وهل كل ما له ذات يكون معنى؟ أو عندما أقول الله ذات موصوفة بالصفات يعني أن الله سبحانه وتعالى مكانة؟ لا يا شيخ، عندما نقول الله تعالى ذات موصوف بالصفات نقصد بالذات هنا ما يقابل الصفة، لا نقصد بالذات هنا معنى كلمة المكانة أو كلمة الشخص أو كلمة الجسد أو كلمة المنزلة. في هذا السياق كلمة الذات لها معنى آخر. وإن قلت لي لا، الذات دائما تفسر بمعنى واحد، إذن ماذا تقول في الآيات التي قلتها لكم؟ إن الله عليم بذات الصدور، الله عليم بشخص الصدور، يعني لا يقول هذا عاقل. معنى هذه الكلمة يتغير بحسب السياق. الله له ذات، الذات هنا ما يقابل الصفة، ليس الذات هنا بمعنى المكانة. علو الذات يعني علو المكانة، هنا الكلمة معناها يتغير بتغير السياق، ليست على معنى واحد. عندما نقول علو الذات يقابله دنو الذات أو نزول الذات بمعنى الانحطاط في القدر والمنزلة، ليس معناها الذات التي تقابل الصفة، ليس هذا هو المقصود أبدا يا شيخ جميل. طيب والآن قلت كثير يا شيخ محمد. أنت مش أنهيت كلامك وشكرتني؟ ماشي يا شيخ محمد، بس أنت بتاخذ ساعة في الرد يا شيخ محمد. ماذا أفعل؟ عندي كلام كثير أريد أن أفيد به الناس. بارك الله فيك، دعني أكمل. طيب قلت أن ذوات الطيور أعلى من ذوات البشر، هذا أمر معروف. إذن يا شيخ أنت عندك ذات الطيور أعلى من ذوات الأنبياء والرسل، وأرجو ممن سجلوا هذا الحوار أن يكتبوا أن الشيخ جميل فؤاد يقر بأن ذوات البوم والغربان أفضل من ذوات الأنبياء لأنها أعلى. هذا كلامك الذي قلته قبل قليل، قلت الطيور ذواتها أعلى، وهذا شيء معروف. إذن يا شيخ ذوات الطيور والبوم والغربان أعلى من ذوات الأنبياء والرسل، اكتبوها في عنوان الحوار حتى يعلم الناس العقيدة التي يدعو إليها جميل فؤاد. ولو قلت لي
الذات هنا أنا أقصد بها كذا وكذا، أنا لم أفسر الذات، إنما حكيت عقيدتك. إذا كان ما تفسر به الذات هو معنى الذات في لغة العرب، فالناس عندما يسمعون أنك تقول الطيور والبوم والغربان أعلى ذوات من الأنبياء سيفهمون المعنى الذي في لغة العرب كما زعمت أنت، ولن ينكروا عليك، لكنك ستراهم ينكرون عليك، لأنهم يعلمون أن كلمة الذات هنا في هذا السياق ليس معناها ما فسرته أنت، إنما معناها المنزلة في هذا السياق، في سياق المقارنة المقصود بها المنزلة والمكانة، وليس الجسد والشخص والمعاني التي قلتها قبل قليل. ثم بعد ذلك يا زعمت شيخ أني كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا يا شيخ. في قيد العلم بالكتابة. يا شيخ يا كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا، أنت بتاخد ساعة يا شيخ محمد تتكلم. النسيان له علاج، قيد العلم بالكتابة، هذا هكذا قال السلف وأنا أنفذ كلام السلف. كلامك كتير يا شيخ. طيب اكتب ما تريد أن ترد به علي، لا بأس. قيد العلم بالكتابة هذا قول السلف يا شيخ. أنت سلفي ولا أنا السلفي؟ لعلي أنا السلفي يا شيخ. طيب زعمت أني خالفت معاجم اللغة، لا أنا ما خالفتها، لكن أنت من خالفها وخالف القرآن الكريم في استعماله لكلمة الذات، وأنت من فضل لا أقول فضل، أستغفر الله، أنت من قال بأن ذوات البوم والغربان أعلى من ذوات الأنبياء والرسل، وهذا هو كلامك الذي سمعه الناس الآن. بارك الله فيك. طيب تفضل يا شيخ. طيب زي ما انت كده خدت 3-4 ساعات يا شيخ كده، يعني انت خدت كلام كتير جدا. انا مش عارف والله، يعني انت بتدخل في حاجات زي ما انا قلت كده. بس عموما يا شيخ انت زي ما بتطالب الاخوه ان هم يكتبوا، مع انك كذبت علي يا شيخ محمد، سامحني، انا لم اقل ان البوم والغربان اعلى من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تشنيع منك. طيب انت الآن أجبني، انت اخترت. اسمع يا شيخ، انا لم اقاطعك غير لما طولت في الكلام. طيب وضح الآن حتى أفهم. أنت يا شيخ اخترت هذين الطائرين. اسمع يا شيخ محمد، أنت اخترت هذين الطائرين للتشنيع. يعني عندما قلت أنا يا شيخ قلت جميل. الطيور، اختر ما شئت من الطيور. يا أغلق المايك يا شيخ لو سمحت. اختر ما شئت من هذه الطيور ليست وقل هي أفضل طريقتك من يا شيخ ذوات محمد. الأنبياء. يا شيخ اختر ما شئت من الطيور أنت الآن. لا تشاغب يا شيخ محمد. لكن أنت ترجع على كلامك يا جميل. سمعه الناس. ممكن تسكر المايك لو سمحت أنت؟ ممكن طيب. بعد إذنك. معذر الشيخ عبد الله، أغلق المايك نسمعه. أنا عندما قلت الطيور رحت أنت قلت جميل بيقول البوم والغربان. لماذا اخترت هذين الطائرين على وجه الخصوص؟ للتشنيع على جميل فؤاد. وأنا بنقول للإخوة اللي هيكتبوا إن جميل فؤاد بيقول البوم والغربان كذبا وزورا عليا وما قلتش الكلمة ديت، اكتبوا برضو إن الشيخ محمد المالكي يؤمن بإله معنوي ليس له ذات حقيقية متحققة في الخارج. فإن قلت أنا لم أقل ذلك فأنا أقول لك أنت أيضا كذبت علي وأنا لم أقل ذلك. ثانيا أتحداك إن أنت تأتي من لغة العرب من يقول ذات الشخص هي منزلته وقدره. تفضل. شفت أنا سريع أهو، مش زيك بناخد ساعة في الكلام. اديني دليل من لغة العرب أن ذات الشخص هي منزلته وقدره. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ جميل. طيب أولا الشيخ جميل قال كما سمعتم الطيور أعلى ذواتا من البشر، يعني كل الطيور أعلى ذواتا من كل البشر. نأخذ طائفة من الطيور. أنا اخترت البوم والغربان، فالشيخ لامني على هذا الاختيار، قال لي لماذا اخترت البوم والغربان؟ طيب يا شيخ جميل اختر ما شئت من الطيور. البوم والغربان لا يعجبك اختياري، اختر ما شئت من الطيور. ماذا تختار؟ ماذا نقول؟ أبا أيوب كان في الطابق الأعلى والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الطابق الأسفل. نعم. شكرا. نعم. بارك الله فيك. أبو أيوب أجب الأنصاري. عن سؤالي لو سمحت. نعم. أجب عن سؤالي الأول. طيب بارك الله فيك. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. لا مش أبو أيوب، السؤال هات لي من لغة العرب من يقول طيب ذات الشخص هي قدره ومنزلته. تفضل. طيب بارك الله فيك، دعني أكمل، لا تقاطعني حياك الله، كما فعلت معك، صبرت حتى أنهيت كلامك. ما أنا أنهيت سريعا أنهي سريعا. لا أنا أنهي كما أشاء. بارك الله فيك. لا ده أنت هتاخد ساعة والكلام ده. لا هذا الطريقة لا تعجبني. حتجيب مثال ولا لا؟ لا من حقي من لغة العرب حتجيب دليل نعم. على أن ذات الشخص هي منزلته وقدره. اصبر يا شيخ. ولا حتلف وتدور على الجماهير يا شيخ محمد كالعادة. أكمل. طيب أنا أكمل وأنت تستمع إلى الجواب كاملا بإذن الله تعالى. أولا يا مشاهد يا شيخ محمد ولا حتجاوب بسرعة؟ لا بالطريقة التي أراها مناسبة، كما أنك تجيب بالطريقة التي تراها مناسبة. لا بس أنا ما طولتش يا شيخ، أنا ما طولتش. أنت وما تشاء، لو طولت لما منعتك. لا يا سيدي لا الحوار هيبقى ممل والناس هتتوه مننا لو سمحت.
من رآه مملا اديني عنده مثال لو نصوص سمحت أخرى. بلغة العرب لا بتقول بالعكس، إن أنا ذات أراه الشخص هي مفيد منزلته يعني وقدره لو سمحت. نعم من رآه مملا يسمع في أي بث آخر لا بأس، من رآه مفيدا يبقى معنا وإن طال الحوار بيننا. طيب الشيخ جميل فؤاد سمعتموه قبل قليل قال الطيور أعلى ذواتا من البشر. أنا اخترت من الطيور البوم والغربان، هو قال لي لماذا اخترت هذه الأنواع لتشنع علي؟ طيب اختر ما تشاء من الطيور، البوم والغربان لا يعجبونك؟ قل مثلا النسور والصقور، وهي أشرف أنواع الطيور ولا شك في ذلك. النسور والصقور أعلى ذواتا من الأنبياء والرسل، هكذا أعجبك الأمر؟ طيب لم تعجبك النسور والصقور فاختر ما تشاء من أنواع الطيور وقل سألت أنا سأجيب فورا الطيور. نعم. أنا أقولها الطيور، لا أختار نوعا، أقول الطيور. أنا أريدك الطيور يعني كل الطيور صح؟ ذاتها يعني نفسها وشخصها في الأعلى والبشر في الأسفل، ذواتهم حتى الأنبياء والرسل، أشخاصهم، حتى الأنبياء والرسل، جميع البشر، حتى الأنبياء والرسل. جميع البشر الطيور ذاتها عينها نعم. وشخصها فوق وهم أسفل، كما أن أبا أيوب عليه السلام كان في الطابق الأعلى وذات النبي صلى الله عليه وسلم في الطابق الأسفل، وهو النبي هو الذي قال ذلك. فضل. نعم. طيب بارك الله فيك. إذن الشيخ يقول أن الطيور كلها جملة وتفصيلا بما فيها البوم والغربان أعلى من جميع البشر. البوم والغربان لو سمحت. أنا قلت بما فيها، أنت عندما تختار هذين الطائرين يبقى أنت بتشنع علي لو سمحت. اختر لي أنت. أنا لا أختار أفرادا، أنا لا أختار أفرادا، قل الطيور. طيب الطيور كلها أعلى، كلها بدون استثناء أعلى ذواتا من البشر بما فيهم الأنبياء والرسل. أنا أقول من زعم وأطلق هذا القول وهو يتصور أنه قول صحيح يقبله العقلاء فالحكم عليه معروف، لا أريد أن أقول الحكم عليه كذا وكذا. هذه عقيدة الشيخ جميل فؤاد، نحن نخالفه، نقول له الطيور التي في السماء ليست أعلى ذواتا من البشر، الذوات العليا هي ذوات البشر وأعلاها ذوات الأنبياء، لا علو لذات على ذات أخرى. ثم الشيخ يقول أن علو الذات من صفات الكمال، علو الذات من صفات الكمال ولا ينكر ذلك. طيب الطيور والغربان أكمل من بني آدم. سمحت ما تقولش الغربان لو سمحت. لو سمحت لا تقولنا ما لم نقل. حاضر. الطيور فيها صفة كمال غير موجودة في جميع البشر بما فيهم الأنبياء والرسل. ما هي هذه الصفة؟ هي علو الذات بالمعنى الذي يفسرها به الشيخ جميل فؤاد. طيب علو الذات الذي عند الطيور أهو علو مكانة ومنزلة؟ لا، ليس علو مكانة ومنزلة، إنما هو علو آخر. فعندما يقول الشيخ جميل علو الله سبحانه وتعالى الذاتي هو يعني المعنى الذي يقرره لنا الآن، يعني علو المعنى المشترك القدر المشترك في المعنى الذي يشاركه فيه الطيور بكل أنواعها بدون استثناء، لا أذكر منها واحدا حتى لا يغضب الشيخ جميل. إذن عندك الطيور فيها صفة، فيها معنى مشترك ما بين الخالق سبحانه وتعالى والطيور، لكن هذا المعنى غير موجود في الأنبياء والرسل، هذا المعنى غير موجود في الأنبياء والرسل، أو على الأقل هو في الطيور أكمل منه في الأنبياء والرسل. هذا هو العلو الذي يريد منكم الشيخ جميل فؤاد أن تثبتونه لله سبحانه وتعالى، وأنا أقول أعوذ بالله من هذه العقيدة التي لم يقلها ولا كفار قريش عن آلهتهم. العلو صفة كمال ولا لا؟ أنا سألتك أجبني. طيب يا مشايخ، إذن الشيخ يقول لا بأس يا شيخ. طيب الشيخ يقول الطيور أعلى ذواتا من الأنبياء، هذه قالها. أعلى ذواتا من البشر، نعم الطيور أعلى ذواتا من البشر. طيب علو الذات صفة كمال، لأنه إذا قال إما أن يكون صفة كمال أو يكون صفة نقص. إذا قال هو صفة نقص لا يليق أن يثبته للمولى الكريم سبحانه وتعالى، فيقول أنزه المولى عن صفات النقص بما فيها علو الذات إذا كانت صفة نقص. وإذا كانت صفة كمال كما يرى هو سيقول الطيور موصوفة بها والله سبحانه وتعالى موصوف بها، فبينهما قدر مشترك وقدر فارق. هذا العلو في الذات ليس من صفات البشر وليس من صفات الأنبياء والرسل، بما أنهم جزء من البشر
فبالتالي هذا كمال موجود في الطيور، صفة كمال موجودة في الطيور شاركها فيه المولى سبحانه وتعالى، وأنتم تعلمون أن كل كمال في المخلوق فالخالق أولى به، فإذا هذا كمال في المخلوق موجود في الطيور لكنه غير موجود في البشر بما فيهم الأنبياء والرسل. هذا هو العلو الذي يسعى الشيخ جميل فؤاد لإثباته ويريد أن يثبته. يا شيخ كلامك واضح، كلامك يا شيخ واضح يا شيخ. أنا لم. طيب أبو أيوب الأنصاري طول عمره لم يكن أعلى ذاتا من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان أعلى من حيث جسمه كان في مكان أعلى، لكن ذاته يوما لم تكن أعلى من ذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعم. طيب دعني أكمل كلامي يا شيخ تصل الفكرة كاملة إلى. ما أنت بتقاطع يا شيخ، وأنا يا شيخ معذر يا شيخ. لا طيب يا شيخ معذرة انتوا وتوهم الجمهور. طيب لحظة، اديني مثال لو سمحت بلغة العرب عشان تبان انت راجل علمي. انت كده راجل عشوائي. انت كده راجل عشوائي، ما انتش اكاديمي، ما بتتكلمش طيب بالعلم. يا شيخ اذا كانت طريقتي لا تعجبك هل هذا يعني اتركها لاجلك؟ يعني تلزمني هات لنا دليل يا شيخ من لغة العرب يا اما انت بتألف. لا انت كده بتألف يا شيخ محمد. حاضر اصبر هات دليل من لغة العرب. نشرح للناس كلامك. لا ما تشرحش يا شيخ، اديني دليل من لغة العرب ان ذات الشخص يا منزلته. اصبر يا شيخ هنصبر لغايه امتى؟ انت بقالك ساعه بتتكلم يا شيخ. لو لم تقاطعني لانتهيت من كلامي. لو لم تقاطعني. جميل فؤاد بيقول الطيور يا عم هات لي دليل من لغه العرب ان ذات الشخص هي منزلته وقدره. صعب عليك يا شيخ محمد، صعب عليك. طيب الان ياتيك كل ما تريد، والله لن افلتك من هذا السؤال. ما هو دعني اجيب حتى لا تفلتني. انت ما بتاخد ساعه، هتجاوب دلوقتي يعني على طول. اتفضل. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا واحسانا. طيب هذا ما يتعلق بما قاله الشيخ جميل فؤاد والالزامات المتعلقه به والناس فهموها. طيب الان نعود الى معنى كلمه الذات التي قالها الشيخ جميل. لا ذات الشخص مش كلمه الذات، انا عايز ذات الشخص. لا كلامنا في كلمة الذات. لا كلامنا ذات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذات الشخص. هات لي دليل من لغة العرب ان ذات الشخص منزلته وقدره. اتفضل. يا شيخ لا تغير المصطلحات وتقيد ذات الشخص. كلامي من البداية على ذات النبي صلى الله عليه وسلم. عايز تضرب يا شيخ محمد انت حر. التسجيل موجود. انت لو قلت لي في البداية التسجيل موجود، ده فضيحة ليك والله. يلا فضيحة لك انت ولمذهبك ايضا ان شاء الله وسيسمعوا الناس. تفضل هات لي دليل. انا حشرت في الزاوية ما انتش عارف تجيب دليل. وابشرك باذن الله ان اسمك سيضاف الى قائمة المهزومين كما قلت انت. والله هذا التسجيل فضيحة لك يا شيخ. نعم فضيحة لك انت الان يا شيخ. طب هل تدعون ان انت تبعتوا لي تسجيل هذا الحوار يا شيخ؟ الان لا تجده غدا ان شاء الله في كل القنوات الاسلاميه، القنوات الاشعريه باذن الله تعالى. نعم لن ينقطع منه شيء. انا ما عندي قناه بالمناسبه، الاخوه ينشرون يسجلون، انا ما عندي قناه. ولو لم ينشر هذا الحوار ساعتبر ان ده اعتراف بالهزيمه من محمد المالكي مش لا انا ما عندي قناه. انا بنقول لك اهو لو لم ينشر هذا الحوار خلي بالك يرسل الي، لو لم يرسل الي ساعتبر ان هذا اعتراف منكم بهزيمه شيخكم محمد المالكي. يا شيخ جميل انا ما عندي قناه ولا عندي تسجيل، كيف تلزمني بشيء ليس في يدي؟ انا ما عندي قناه. تفضل هات لي دليل يا شيخ محمد بان من لغه العرب ذات الشخص هي قدره ومنزلته، والا نعتبرك منقطع. حاضر لكن الان انت جئتني بشيء غريب، قلت لي اذا لم نرسل التسجيل فهذا اعتراف مني بالهزيمه. انا ليس عندي التسجيل اولا، وليست عندي قناه اصلا حتى تقول لي لا انت طالب الضيف لو سمحت، طالب المضيف بانه يرسل لي المقطع لو سمحت. طالبه انت الان، فان احطاك جزاه الله خيرا، اذا ما احطاك انا طيب اخونا عبد الله الاشعري ولا مين المضيف اسمه ايه؟ انا مش قاري كويس. اسمه عبد الله الاشعري المالكي. نعم
إذا أعطاك التسجيل الحمد لله. أنا الذي يعني عبد الله لو سمحت، أنا الذي يعنيني أني لست مسؤولا أخي عبد الله عن التسجيل. لو سمحت يا أستاذ عبد الله. يا أخ عبد الله موجود؟ يبدو أنه غير موجود، يبدو أنه بعيد. خلاص راسله يا شيخ. أجبني يا شيخ، هات لي دليل لو سمحت. حاضر يا شيخ. الآن أنا أتيتك بكلام من القواميس قبل قليل. الأستاذ عبد الله رجع تاني أو بعد إذنك يا شيخ. أخ عبد الله الأشعري. تفضل يا شيخ، كلم يا الشيخ أستاذ عبد كما الله. تريد. الشيخ عبد الله المالكي الأشعري. هو أرسل لي يا شيخ جميل قال لي لا أسمع، هو أرسل لي قال لي لا أسمع شيء، سأقول له التسجيل. معلش كمل مع الشيخ فقط. يعني هنعتبر وعد من حضراتكم ان انتم تبعتوا لي التسجيل. لا انا ما وعدتك بشيء يا شيخ، ما عندي قناه انا. الاخوه اللي موجودين على المسؤولين هيبعتوا لي التسجيل يا شيخ محمد ولا لا؟ ما عندي عليهم سلطه يا شيخ. يعني هو دلوقتي ما فيش سلطه وما فيش حد يبعت لي التسجيل. لا هم اخواني، انا لست امرا ناهيا عليهم. تطالبني بشيء خارج عن سلطتي. الاخ المضيف موجود ولا مش موجود؟ أفهمت، قلت لك هو لا يسمع يا شيخ. طيب عموما للجماهير التسجيل ده لو لم ينشر او ينبعت لي على الخاص اعتبر ان ده اعتراف من الاشاعره ان الشيخ محمد المالكي مهزوم. تفضل يا شيخ. طيب لا بأس، بارك الله فيك. طيب يا شيخ، أنا كنت أتكلم في أي نقطة؟ نعم، فيما قلته أنت الآن في معنى الذات وفي مسألة أبو أيوب الأنصاري. لا، ذات الشخص يا شيخ مش الذات. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ذات النبي صلى الله عليه وسلم. يا شيخ أنت في البداية لما سألتني قلت لي ذات النبي صلى الله عليه وسلم كانت أعلى أم ذات أبي أيوب الأنصاري؟ لو سألتني وقتها وقلت لي ذات شخص النبي صلى الله عليه وسلم أعلى أم ذات شخص النبي صلى الله سيدنا أبي أيوب الأنصاري هي الأعلى، لكان الجواب مختلفا. ذات النبي، سؤالي كان ذات النبي صلى الله عليه وسلم. بالله. طيب ممكن من غير مقاطعة أتكلم ولا اديني دليل على طول يا شيخ محمد. أنا عاوز أتكلم كما أريد، أنهي كلامي. ماشي بس ما تطولش لو سمحت عشان عايزين كلمة ورد غطاء. ما هو المشكلة لو أطلت فهذا من حقي يا شيخ. ما هو أنا قلت لك إن الجماهير بتوه منك يا مولانا. خليهم يتوهوا، ما في مشكلة. أنت ترى يا شيخ أنا عايز إجابة، أنا عايز إجابة، أنا لنفسي أنا عايز إجابة. طيب انتظر تصلك الإجابة إن شاء الله. تفضل. بارك الله فيك. طيب فقلنا لك أن مسألة الذات لما سألت عنها في البداية ما قلت لي ذات شخص النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أم ذات شخص أبي أيوب الأنصاري أعلى، إنما قلت لي ذات النبي أم ذات أبي أيوب الأنصاري. نعم أكرر هذا السؤال. ذات النبي. يلا. نعم ذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن يا مشايخ الإخوة المستمعون ترون الشيخ الكريم بارك الله فيه أضاف كلمة ما بين كلمة ذات وما بين كلمة النبي. قال ما أضفتش يا شيخ، بنكررها عليك، بنقول لك ذات النبي أهو. أنا بقول لك سؤالي خليني أكمل. ذات النبي. خليني أكمل. ما قلتش ذات شخص النبي أنا والله هذا لا يصح يا شيخ. خليني أكمل بارك الله فيك. ماشي، ما تقولنيش ما لم أقل يا شيخ محمد. أنت غيرت كلامك. دعني ما غيرتش والله. أنا سؤالي منذ البداية ذات النبي. طيب وذات أبي أيوب. اتفضل أجب على السؤال. طيب إذا كان السؤال عن ذات النبي وذات أبي أيوب أجبتك 1000 مرة، وهذه كناية عن الكثرة. فين الإجابة؟ أين الدليل من لغة العرب أن ذات الشخص هي منزلته وقدره؟ اتفضل. ذكرتها في كلامي وأعدتها مرتين. لا أنت ما ذكرتش ذات الشخص، أنت ذكرت كلمة الذوات، ذو المضافة إلى ذو. طيب الذوات ما مفردها؟ أنا بتكلم عن ذات الشخص مش الذوات ما مفردها. أنا بتكلم على ذات الشخص. يا شيخ الذوات لا تقاطعني مرة أخرى. الشيخ جميل في البداية سألني قال لي ذات النبي صلى الله عليه وسلم وذات أبي أيوب الأنصاري، فأجبته قلت له ذات النبي أعلى، والذات هنا ليست هي الجسد.
ثم في النهاية قبل قليل غير في السؤال فقال لي أنا كنت أسألك عن ذات شخص النبي صلى الله عليه وسلم. لا لم أقل ذلك، لم أقل ذلك، بل قلت أنا قلت الذات هي الشخص والعين، ما قلتش سؤالي ذات شخص النبي. أنا سؤالي لا زلت أطرحه إلى الآن، لا طرحته الآن أنا لا زلت على السؤال. ذات النبي أهو، ما قلتش ذات شخص النبي خالص أهو، ذات النبي صلى الله عليه وسلم. هات لي دليل من لغة العرب تقول ذات الشخص هي منزلته ومكانته وقدره. اتفضل للمرة المليون، وعارف إن أنت مش هتجيب لأنك انحشرت في الزاوية. اتفضل. طيب بارك الله فيكم. الشيخ جميل لما انحشر في الزاوية ووجد أن سؤاله الأول عن ذات النبي وذات أبي أيوب تمت الإجابة عنه بصورة تفضح معتقده. فين الإجابة؟ فين الدليل من لغة العرب؟ موجودة فين الدليل؟ ذكرنا بها الآن. ها فين؟ يسمعها الناس في التسجيل ولا تقاطعني يا شيخ. تسجيل إيه يا شيخ؟ أنت قلت الذات، أنا بنتكلم على ذات الشخص، ذات النبي صلى الله عليه وسلم. هات لي من لغة العرب ذات الشخص منزلته وقدره. اتفضل للمرة المليون. للمرة المليون لا تقاطعني بارك الله فيك. ممكن أكمل من غير مقاطعة؟ تسمح أكمل من غير مقاطعة ولا لا يا شيخ؟ بس تجاوب يا شيخ، لو ما جاوبتش هنقطعك. لا ليس على هواك. لا انت مش هتلف في الواسع يا شيخ محمد، اصل انت انحشرت في الزاويه فانت بتروح تفلت يمين وشمال. انا يا شيخ والله لن افلتك. انا اخرجتك الى ملأ. هذه مناظره فيها نهايتك نهايه مسيرتك العلميه. اللي انت بتتطاول على الاخوه ان انت بتنتصر عليهم. أنا تنتصر بالمراوغات والخروج عن لغة العرب، وأنت تنتصر بالمقاطعات والخروج عن لغة العرب. يا رجل ما أنتش عارف تجيب دليل من لغة العرب إن ذات الشخص مكانته ومنزلته. جئت بالدليل، قرأته لك من قاموسين. يا للعار، لكنك تريد أن نعيد. أنا جيت لك مخصوص يا شيخ محمد عشان نظهر للناس كيف توهم أتباعك بالانتصار على السلفيين. طيب بارك الله فيك، دعني أكمل كلامي. تخرج عن لغة العرب. من سبقك بهذا الفهم؟ الذات هي المكانة، ذات الشخص هي مكانته ومنزلته. طيب انهيت كلامك، ممكن أتكلم أنا الآن من غير مقاطعة؟ تجاوب على السؤال، لن أفلتك، تجاوب على السؤال. أقول ما أريد بدون مقاطعة لو سمحت. تجاوب على السؤال الأول. إذا لو روغت يبقى هنقطعك. إما بقى تنزلوني من البث بتاعكم بعد تسجيل انتصار جميل فؤاد على الشيخ محمد المالكي. بالمقاطعة، نعم انتصرت بالمقاطعة، منعتني من الكلام. لا بالمقاطعة لأننا بنحشرك في الزاوية. ما انتش عارف تراوغ. لا يا شيخ، انت كل مرة بتلف في الواسع، طريقتك كده المراوغة. خلاص يا مشايخ، أنا أعتقد أن الحوار انتهى وأصحاب العقول يعلمون ويفهمون ما قاله الشيخ جميل وما قلته أنا. الآن هو لا يريدني أن أكمل، يقول لي تتكلم في هذه النقطة أو أقاطعك. تجاوب يا شيخ، جاوب. يلا هات دليل من لغة العرب فورا. يا شيخ أنا ماذا عندي غير الإجابات؟ ماذا عندي غير الإجابات أصلا؟ يبقى انقطاع الشيخ محمد لا يا جماعة، لا تقطعوا الرجل يا مشايخ. افتحوا منه التنقيط بارك الله فيكم. من أغلق منه المايك يفتح المايك. والظاهر أعيدت مرة أخرى. افتحوا له المايك بارك الله فيكم. لا والله تفضل يا شيخ جميل. نغلق المايك، اسمح لنا. بيغلقوا المايك عليا برضه. نعم. بس يعني لما اعتبروا ان ده مش انتصار لشيخكم، يعني لما يلا شيخ جميل تفضل وقل كلمة ختامية. على فكرة أنا أقول الشيخ محمد المالكي أكثر الناس أدبا، وأنا كتبتها عندي في المنشورات على الفيسبوك. لكن شتمتني كثيرا. قلت إنه أكثر الناس أدبا لكنه أكثر الناس إضلالا للعوام. يا شيخ شتمتني كثيرا. لماذا؟ أيوة، ما أنا بنقول لك أهو، أنت أكثر الناس إضلالا للعوام. لماذا؟ لأنه يسقط دلالات النصوص من القرآن والسنة ولغة العرب. لما يقول ذات الشخص مكانته ومنزلته وقدره، ومش عارف يجيب دليل من لغة العرب إلى الآن أن ذات الشخص هي مكانته ومنزلته وقدره، يبقى بيلعب بالألفاظ. يبقى هو ده الانتصار الوهمي اللي بيصدره لأتباعه، إنه بينتصر على السلفيين. لا هذا ليس انتصارا. إسقاط دلالات النصوص ولغة العرب ليس انتصارا يا شيخ محمد. أنت إلى الآن لم تأتي بدليل، وأنا أطالبك وأتحداك لو تجيب دليل، بس أجب فورا، ما تلفش وتدور يا شيخ محمد لو سمحت. هات لنا الدليل من لغة العرب ونؤكد، عشان ما تقولش ان جميل فؤاد غير سؤاله وقال هات لي دليل على ذات شخص النبي. لا يا عم انا بنعيدها للمرة المليون. هات لي دليل على ان ذات النبي، ذات ابو ايوب، ذات الشخص
معناه في لغة العرب منزلته وقدره. روح بقى لف على كلمة الذات وقول لي الذات لها أكتر من معنى. أنا بنسألك سؤال مقيد، ذات النبي، ذات الشخصي، منزلته وقدره، هاتها لي من لغة العرب. فضل. قلت لك قل كلمة ختامية نختم بها الحوار لأنك لن تتركني أكمل. أكمل كلامك وخلاص انتهى الحوار. طيب تفضل. تمام، يبقى كده يا إخوة أنا أسجل انقطاع الشيخ محمد المالكي، وأنا أشكره على هذا الحوار، ورغم أن حصل في تجاذب بيننا في هذا الحوار، لكن الحقيقة أن أنا يعني تشرفت بالحوار معه، وهو رغم ذلك أنا أشكره على أنه تحملني، وأنه مش سيء الأدب. يعني الشيخ محمد محترم وعنده ذوق واحترام للمناظر، حتى وإن كان المناظر يعني فيه شد وجذب في الكلام. وأنا أشكرك يا شيخ محمد على هذا الحوار، تسمح لي وجزاكم الله بكلمة خيرا يا على جميل حسن يا الاستضافة. جميل